بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده عايز أشارك معاكم تدبُّر سورة الأنبياء. السورة اللي أول ما ابتديت أتدبّر فيها، لقيت الافتتاحية فيها تحذير قوي جدًا ومُغلَّف بالحُب. تحذير قوي ومُغلَّف بالحُب، مُغلَّف بالرعاية، مُغلَّف بإرادة ربنا لينا إن هو عايزنا نبقى في الجنة. آآ وده اكتشفته مؤخرًا في القرآن، إن الآيات اللي فيها عذاب وفيها وعيد، آآ هي في العمق بتاعها هي كلّها حُب. يعني اللي بيقول لك ربنا جايبنا هنا يعذّبنا، ده يعني ما بيفهمش، عذّبنا إيه؟ ده حتى آيات العذاب كلّها حُب، بس هي محتاجة تركيز، محتاجة تركيز ومحتاجين نتفاعل مع كتاب رب العالمين أعلى من كده. خلّيني أشارك معاكم بقى التدبُّر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مُعرضون. واخد بالك من نبرة التحذير في الآية عاملة إزاي؟ بتقول لك خلّي بالك، اللي أنت عارفه ومتأكد منّه وعارف إن هو هيحصل قرّب أوي، أوي، أوي عليك. هو أنت أصلًا لمّا بتبقى عندك امتحان تاني يوم، أيام بقى المدرسة وأيام الجامعة، أنت إحساسك من جوّه بيبقى عامل إزاي؟ وبعد ما بتخش الامتحان وأنت مستني النتيجة، بتبقى إحساسك عامل إزاي؟ في امتحان دنيا يعني. طب ده امتحان بقى، امتحان أبدي، يعني هيحدد حياتك بعد كده إلى الأبد، هتبقى عاملة إزاي؟ فربنا هنا بي بي بيصحّينا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أوكي؟ فطبعًا لمّا ييجي لك آية زي دي بتقول لك خلّي بالك، المفروض الإنسان بيعمل إيه؟ بينتبه، بينتبه. يعني هي آية للانتباه، انتبه، خلّي بالكم، خلّي بالكم. ورب العالمين هو اللي بيقول خلّي بالكم، رب العالمين اللي إحنا بنقعد نسبّحه 33 مرّة وبنجري عشان نصلّي وكده. لأ، أنت في الحاجات دي بقى كلّها، هل أنت منتبه؟ هل الحاجات دي فارقة معاك في الانتباه؟ فطبعًا مهم جدًا إن إحنا نستوعب الحاجات دي ونبقى دايمًا في حالة من الوعي. ليه؟ لإن الآية بتقول في غفلة، عكس الغفلة إيه؟ وعي. حلو. والموضوع هنا اقترب للناس حسابهم، بتقول لك إن الموضوع مش تهريج، إحنا مش بنلعب، ما فيش لعب هنا، يعني أنت جاي في الامتحان ده ما فيهوش لعب. أنتم الموضوع جَد. أوكي، لإن أنت مخلوق ليك هدف واضح في الدنيا، هدف واضح. الناس اللي بتبقى مشتتة وبتقول هو أنا مش عارف أنا جاي هنا أعمل إيه، لأ، ما أنت لو فتحت القرآن هتعرف أنت جاي هنا ليه أصلًا، والمفروض تعمل إيه. بُص ربنا بيقول إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، ليعبدون دي يعني إيه، ده هدف إيمان. في هدف تاني بقى، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ده هدف عمل صالح، إن أنت تعمّر في الأرض وتعمل فيها عمل صالح. عشان كده تلاقي القرآن كله بيتكلم عن إيه، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى هو ده الهدف. هو ده الهدف اللي هو تحس إن هو إيه، القرآن جوهرة ومُرصّع بيها في كل حتّة كده فصوص من الألماظ على الجوهرة الكبيرة دي، كلّها الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. روح شوف الآيات بتاعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هتشوف إن ده هدفك في الحياة. القرآن كلّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بس الناس عملوا إيه بقى بعد التحذير ده؟ وهُم في غفلة. في غفلة يعني إيه؟ غفلة يعني آآ هو منشغل عن الشيء مع القدرة على إدراكه. يعني هو ما فيش حاجة بتمنعه إن هو يُدرك المعنى بتاع القرآن، يُدرك المطلوب منه، بس هو منشغل عنه. يعني قلبه وأفكاره ما اتحركوش ناحية الكلام ده وما اتأثّروش بيه. فهي الحالة هنا هي اختيار، هو كده الإنسان هو اختار بقى، لإن هو عارف. يعني بالاقي لمّا باتكلّم مع ناس كتير، فالاقيهم بيقولوا لي لا، لا، لأ، ما هو مش أي حد يفتح القرآن،
مش أي حد، فربنا كده إيه، يأذن لي. آه طبعًا هو بالإذن وكل حاجة، بس الذين جاهدوا فينا، طب ما هو فين المجهود؟ ومين قال إن مش أي حد يفتح القرآن؟ أنا كنت فاكر كده يعني، بس لمّا ابتديت أتفاعل مع القرآن، لأ طبعًا، معمول لكل الناس، كل الناس، هو رب العالمين اللي خالق الناس دي كلّها، مش هيعرف يكلمهم كلّهم على قدر عقولهم؟ بس هي الفكرة كلّها أنت بتعمل بقى المجهود ورايح بتسعى، رايح بترجع لربنا والّا لأ؟ فهنا الغفلة اختيار، ودي أنت تقدر تشوفها في إيه بقى؟ أ كده كلّنا عندنا القرآن، فتقدر تميّز بقى هل أنت في غفلة والّا أنت عندك الوعي؟ في إيه؟ في اللي أنت بتعمله في خلال اليوم، قيس اللي أنت بتعمله في خلال يومك، أنت بتعمل إيه؟ الجزء الأكبر من وقتك رايح فين؟ أوكي؟ لإن هي الفكرة كلّها إن أنت كل ما بتتفاعل مع كلام الله، وكل ما بتقرّب منّه، وكل ما بتحاول تستوعبه وتفهمه، أنت كده بتكسب وقتك مش بتضيّعه. ليه بقى؟ لإن وأنت قاعد حاطط رجل على رجل وبتتفاعل كده ومركّز في الحتّة دي، أنت كل حاجة أنت عايزها بتيجي لك لحد عندك. ما هو رب الكون، هو اللي خالق كل حاجة. في الحالة دي أنت بتبقى في أنت بتبقى مُنعَّم بقى. ليه؟ ما تقلقش من حاجة، لإن أنت أولًا بتزوّد الوعي بتاعك، بتشيل القلق إن أنت وراك حاجات عايز تعملها، وبتحُط كل تركيزك بتخلّيه مُنصَب على القرآن وعلى كلام رب العالمين. ففي الحالة دي ربنا بييسّر لك كل أمورك، هو المتحكّم فيها فبييسّرها لك عشان أنت ما تتعبش نَفْسك، خلّيك لإن هو ده الهدف بتاعك، إيمان وعمل صالح. عشان كده ربنا لمّا قفل الآية الأولى في سورة الأنبياء قال إيه، مُعرضون، مُعرضون، مُعرضون يعني إيه، بيتجاهلوا. المُعرض هو اللي بيودّي وشه الناحية التانية، شاف حاجة مش عاجباه أو مش وقتها دلوقتي، فبيدّيها ضهره وبيودّي وشه الناحية التانية. مُعرضون، مُعرضون. هو هنا مُعرض عن إيه؟ ده الإعراض نفسي، الإعراض داخلي، الإعراض مش جسدي بقى بيدّي كتفه كده ويودّي وشه الناحية التانية ويمشي عشان حاجة مش عاجباه، لأ ده إعراض نفسي جوّه، وربنا يعلم السر وأخفى، فهو شايفك من جوّه. حلو؟ عشان كده لمّا بيقول مُعرضون، هي حاجة مش باينة للناس، بس رب العالمين شايفها، فده تجاهل عن قصد. هو اختار الغفلة عن قصد، وبان أوي إن هو اختارها لمّا ربنا قال مُعرضون. خُش بقى الآية اللي بعديها، ما يأتيهم من ذكر من ربهم مُحدثٍ إلا استمعوه وهم يلعبون. بُص الآية بقى ابتدت تخُش في العمق. خلاص بعد ما عرفنا إن الحساب قرّب، فربنا هنا بيوصف لنا بقى الحالة بقى. أولًا ما يأتيهم، القرآن جاي لحد عندك من غير ما تتعب نفسك. عادةً اللي دايمًا بيدوّر على الحقيقة بيعمل مجهود، فبينزل وبيدوّر وبتاع عشان هو عايز يفُك لغز معيّن، عايز إجابة على سؤال معيّن، فبيعمل مجهود عشان يوصل للحقيقة. الآية هنا بتقول لأ، وأنت قاعد في مكانك، الذكر اللي هو القرآن عندك. مين ما عندوش القرآن في بيته، مين ما عندوش القرآن في عربيته، مين ما عندوش القرآن في مكتبه، مين ما بيسمعش القرآن رايح جاي، ها، بيعمل إيه بقى؟ يا راجل ده أنت لو رُحت مثلًا عزا للأسف يعني، آآ والعزا ده فيه قرآن، والشيخ بيتلو بقى التلاوة بتاعته، بتقعد تتفرّج على الناس، ما حدش بيسمع. ما حدش بيسمع والناس قاعدة بتتكلم وبتهرّج، مع إن ربنا قال: "إذا قُرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا." وأنصتوا، يعني خُدها سفنجة كده، امتص الكلام، بتلاقي الناس بالقرآن شغّال وما فيش حد سامع أي حاجة. ها، أتاك الذكر لحد عندك؟ ما كل دي مواقف الإنسان هيُحاسب عليها، وأنت قاعد في الموقف الفلاني جالك الآية الفلانية، طب ما الآية دي ممكن تبقى رسالة ليك وأنت ما كنتش فاضي، أنت كنت قاعد بتتكلم. في ناس كتير بتشغّل القرآن وهي شغّالة أصلًا، بتعمله خلفية، ما ينفع القرآن يبقى استمعوا له وأنصتوا. هاشغّل القرآن يبقى أنا عايز أسمعه تمامًا، هاقعد دلوقتي هاقرا قرآن يبقى أنا عايز أقرا قرآن وأركّز فيه. الاهتمام يا جماعة، الاهتمام.
درجة الاهتمام، هو ربنا مش شايف الاهتمام الداخلي عامل إزاي؟ أكيد شايف طبعًا. آآ وبُص الآية يعني أنت الذكر جِه لغاية عندهم وعشان برضه تعرف مدى الرعاية والحُب من رب العالمين تجاهنا، فبيقول إيه، من ربهم، من ربهم، ما قالش من الرحمن، من الله، من العزيز، اختار ربهم، الرب هو الذي بيتولى شؤون خلقه، هو اللي بيراعيهم وبيراعي مصالحهم، فتحس بالوِد جوّه الآية. بُص شايف بقى الناس بتعمل إيه؟ شايف الناس بتعمل إيه؟ بُص، ذكر من ربهم مُحدَثٍ متجدد دايمًا، مش كان متجدد زمان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان بينزل كل يوم، ومتجدد دلوقتي إزاي؟ افتح القرآن أنت هتصعق أصلًا، الآية اللي أنت قريتها من شهرين اقراها تاني، هتلاقيها بتنعكس عليك بطريقة تانية، لإن هي بتنعكس على نموّك، على النضوج بتاعك، كل ما أنت بتنضج، كل ما الآية بتكلمك بطريقة مختلفة. ده اللي خلقك. بُص يعملوا إيه، إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني واخد بالك بُص هو ربنا بيتعامل معاهم إزاي، بيتعامل مع رب العالمين بيتعامل مع الناس، بيتعامل معاهم بالوِد والحُب والرعاية، وهُم بيتعاملوا إزاي، باللعب، يلعبون. ويلعبون هنا يعني إيه، خلّيني بس أمشيها معاك من استمعوه أولًا استمعوه بدل سمعوه. سمع يعني الصوت وصل للودن بس. استمع يعني حصل فيه انتباه وتركيز، ركّز، يعني هو خَد باله من حاجة، بس التركيز هنا إيه ظاهري، هو عارف إن ده كلام ربنا، بس ما اتأثّرش بيه خالص، يعني فهنا هو شكله سامعك، لكن هو في الحقيقة داخليًا ما فيش خالص، فهنا إيه، هنا ده اللعب بقى، اللعب هو سمع بس اتعامل مع الموضوع بلا جدية، ما خدوش جَد. يعني العقول حاضرة، بس القلوب غايبة، لإن هي الإيمان بيحصل إيه، الإيمان بيحصل أول ما تربط الفكرة بشعور، أول ما قلبك يبدأ يتحرك ناحية اللي أنت بتتعقله، الفكرة اللي بتدور في دماغك، فبيصبح الموضوع ده إيمان، لإن هو بيبقى عقيدة، والعقيدة دي بعد كده بتدّيك الخطوة اللي بعديها إن أنت تبقى مؤمن بالفكرة دي. لكن هم هنا عملوا إيه، استمعوا وهم يلعبون. إحنا كده اتكلمنا في آيتين، وشُفت الآيتين دول عاملين إزاي؟ شُفت التحذير في الآيات، شُفت الحُب في الآيات، شُفت معاملة الناس لذكر ربنا عاملة إزاي، وربنا آآ كنتيجة هو عايزنا نبقى في الجنة، هو عايزك تبقى إلى جواره. الآيات فيها كمية وِد وحُب وتحذير، وبتحاول الآيات بتحاول تصحّينا يعني اصحوا، أنتم نايمين ليه؟ ف فربنا كده يجعلنا جميعًا من عباده المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.